السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات في الدنيا، عاملين إيه؟ قلت بقى أتسلى معاكم وأعمل فيديو كده. البت جانا عايزة فشار بالكاتشب. بتجيب الكيس ب5 جنيه وفوش إلا حبة صغننين. قلت لها على إيه؟ خليتها راحت جابت فشار وجابت طعم الكاتشب من عند العطار أهو، بيبقى بودرة كده. وخليتها جابت برضو نوع تاني كده، ده طعم الجبنة. قلت أجرب حبة من ده وحبة من ده. مسكت بقى بعد الفطار بقى يا ولاد، مسكت بقى الألمونيا بتاعتي خليتها تبرق بالصوصانية. مسكت البوتاجاز كان بقالي فترة كده مكسلة عنه، مسكته خليته قشطة ونضفت العيون ونضفت كله على ما ان شاء الله ايه ابقى ادعك المطبخ والحمام، بس شوية مش دلوقتي. بصوا يا ولاد، البراد ده كان محروق وكان مهبب، خليته ايه، بصوا مرايه. كان بقالي فترة كده الصراحة مكسلة عنه، خليته قشطة اهو. ودلوقتي بقى الطاسه سخنت. انا كنت هعمل في حله بس هسلق كرنب دلوقتي وهعمل محشي جنجون، عايزه محشي تاني فالحلل مش فاضيه. هحط بقى نقطه زيت واحط الفشار وارجع لكم تاني. ما تنسوش يا حبايبي اللي مش مشترك في القناه يشترك وتحطوا لي اللايك. تم بحمد الله، عملنا الفشار اهو. ده اللي بالكاتشب بتاع البت جنجون، وده عملته ليا بالجبنه. على فكره طعمه حلو قوي يا جماعه. الاطعمه دي بتتباع عند العطار، اي طعم انت عايزاه. انا بتحب بالكاتشب وانا بحب بالجبنه، طعمه تحفه الصراحه. وبس كده حبايبي، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.